ودي أغرب قضية بيع أعضاء مرتبطة بمشاهير في مصر. إبراهيم شيكا الله يرحمه طبعا كلنا عارفينه، اللي كان بيلعب في نادي الزمالك. من بعد 3 شهور كده أرملة شيكا إبراهيم كانت بتفتح لايفات على التيك توك، وكانت بتستنجد من الناس عشان يساعدوها ماديا، وعشان جوزها طبعا مصاب بالسرطان فدخلت معاها في اللايف مين بقى؟ الفنانة المعروفة المشهورة وفاء عامر. ولكن شيكا الله يرحمه المرض كان أقوى منه، ففضل عايش فترة بسيطة وتوفى من بعدها. ولكن من بعد كام شهر من وفاته وبتظهر لينا واحدة بنت اسمها مروة بنت الرئيس حسني مبارك، وبتفضح الكل، وعلى رأسهم الفنانة وفاء عامر. طبعا بتقول ان هي ليها يد في وفاة إبراهيم شيكا، وان مرات شيكا اقنعت شيكا بنفسه انه يبيع اعضائه عشان يحسن من وضعهم المادي، وفعلا باعوا كليته وفص من الكبد. لا ده غير ان مروة دي طلعت وكشفت مشاهير كتيرة جدا على التيك توك زي ام مكة وام سجدة، واتهمتهم برضو انهم مشاركينه في موت إبراهيم شيكا. لا ده غير ان ام مكة حالها اتغير 180 درجة في الفترة الأخيرة دي، وكانت بتركب أحدث عربيات، وكمان بتجيب ذهب وفلل، وحالها اتغير حرفيا. وكانت بتقول ان الفلوس اللي بتكسبها من تجارة الفسيخ. وطبعا الشرطة ما سكتتش، اتحركت وقبضت على ام مكة وام سجدة، وقالوا في التحقيقات ان هم اعترفوا بارتباطهم بوفاء عامر بانها بتتاجر في الاعضاء. طبعا الشرطة ما سكتتش وقبضت على وفاء عامر وهي بتحاول بتهرب من المطار. تعرفوا ان مصر خامس دولة في تجارة الاعضاء عالميا، والاولى في الشرق الاوسط.